مناديل يا استاذه. اوعى هات كده اوعدك من جنب العربيه. بكام المناديل دي؟ بجنيه. خد 10 جنيه، هي مش جنيه. لو عايزه تعالى ورايا امشي. الله خد. الله ما تعمل نفسك مشلول، ما تميز شويه. حاضر يا استاذ حاضر. بقول لك ايه، شد شويه. اطلع اطلع عليك ايه بس يا استاذه، حرام عليكم. يا عم خد الفلوس اهي. ماشي هاتي يا استاذه، حرام عليك، اديني بقى الفلوس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هما بيعملوا معاه ليه كده؟ وإيه البهدلة والإهانة دي؟ يا استاذ يا استاذه بس ليه كده بس؟ الله ما هي ال 10 جنيه. الله يلا اجري خد اهي. استاذه حرام عليك، انت سايبني ليه كده بس؟ هات. حرام عليا، انت اتجننت؟ حرمت عليك عيشتك. ده انت قليل الادب بقى. ده الداهيه غور ومفيش حتى فلوس. اطلع. يا بنت حرام عليك، مشيتيه وراكم في الاخر ما شحتوا. حرام عليا، انت كمان هتقولي حرام عليكي؟ ده قليل ادب وبجح وكان لازم يتعلم الادب. كنت هتطلعوا 10 جنيه وخلاص. لا مش هديها له، خساره فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج، عامل إيه؟ ازيك يا ابني؟ أنا بس عندي سؤال، أنت ليه سبتهم يعملوا فيك كده؟ سبتهم ليه كده؟ عشان ارجع لعيالي بلقمه ياكلوها، يسدوا جحهم. لا إلا الله، بس مش بالإهانة والذل ده، ما تبيع لهمش وريح دماغك. يا ابني انا لو ما قلتش لا بيع ده وبيع ده مش هلاقي اكل عيالي ولا اجيب لهم لبس ولا اجيب العلاج لابني المريض. لا إله إلا الله. يا ابني خلاص ما الدنيا تزعلش، حقك عليا أنا، معلش. كله عند الله يا هو ابني. عشان ربنا مديهم بس نعمة ومعاهم فلوس بيفتروا على الناس، لكن إن شاء الله ربنا يكرمهم بسبب الافتراء ده وهيزولها من وشهم. ما تزعلش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عايز مناديل يا ابني؟ بص يا حاج، انا كل اللي في جيبي 200 جنيه يوميه لسه مخلصها. اتفضل انت 100 وانا 100. لا يا ابني كتر خيرك، مش عايز اي حاجه. يا عم الحاج اسمع مني، اعتبرني زي ابنك. يا ابني انا مش بشحت، وانا والله لولا بس عارف. وانا بس لولا بس والوجع بتاع رجلي لا كنت اشتغلت وكنت ما بعتش المناديل دي. ربنا يشفيك ويشيل عنك ويخلي لك ولادك. يعني انت دلوقتي الدنيا زي ابنك، لو لقيتني في الشارع وفي دقيقه ومحتاج مش هتطلع من جيبك وتديني؟ كتر خيرك يا ابني. اتفضل بس. كتر خيرك يا ابني، انا والله محتاج لا فلوس. تاخد، اعتبرني زي ابنك. بص جيب حاجه حلوه للعيال وانت مروح. يا ابني انا اصلا معيش مناديل اللي هي تكفي ال 100 جنيه. امسك بس يا حاج، وكل اللي انا عايزه منك، انا رايح اقدم على شغلانه، فكل اللي عايز انك تدعي لي دعوه حلوه بس ان ربنا يكرمني واقبل. اتفضل يا حاج. يا رب يا ابني ربنا يكرمك وتقبل يا ابني. تسلم تسلم يا راجل يا طيب. متشكر يا ابني. تأمرني بحاجه؟ يا ابني روح يا ابني، ربنا يرزقك يا رب. الله يخليك، يلا سلام عليكم. يا رب يرزقك يا رب. ايه يا محمد، بقول لك ايه، انت متاكد من الوظيفه ديت وان احنا هنشتغل فيها يعني ونتعين وكده؟ انا بقول لك خلاص ما تقلقيش، اعتبري نفسك متوظفه من دلوقتي. ممكن يكون مثلا عايز دراسه عليا، بكالوريوس، شهاده، لا، الحاجات دي وانت عارف أنا- ان هي مش معايا. عارف ومعرفه بده. يلا يا ياسمين. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ اشرف. اهلا بك. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ اخبارك؟ دي ياسمين اللي كلمتك عنها وعايزه تتوظف هنا في الشركه معانا. اهلا وسهلا. اعتبرها انها اتوظفت يا محمد. شكرا. انا بس- قلت لك ما ايه ده، انا مش تقلقيش. عارفه اشكرك ازاي، كتر خيرك. لا محمد اخ ليا يعني، واي حاجه يطلبها ما اقدرش ارفضه طلب يعني. ربنا يديم المعروف. ربنا يخليك. بس يا محمد انا مش في ايديا حاجه. هو انت عارف انا شغال هنا، بس المدير بقى هو اللي في ايده ان هو يوظفها يعني. وعامه انا كلمته يعني وقلت له ان اخ ليا ومحتاج خدمه يعني. طيب خلاص ماشي يا استاذ اشرف. طب هو المدير هيأخر حضرتك ولا ايه؟ السلام عليكم. لا اتفضل. عليكم السلام. اتفضل. اتفضل استاذ عماد. محمد اللي كلمتك عنه. طب خلاص روح انت. ماشي يا طبعا. استاذ. عليكم السلام. ازيك يا استاذ عماد؟ اهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ واحنا هنا الاستاذ اشرف قال لك؟ قال لي على كل حاجه. اه. بقول لك ايه، الراجل ده مش بيفكرك بحاجه؟ شبه عليه كده، دقق وانت تعرف. شبه عليها كنت شفناه فين؟ بقول لك صاحب الشركه. صاحب شركه ايه؟ الراجل ده هو شبه الراجل الصبح اللي انا كنت عماله بهزقه بمرمطه بتاع المناديل لما رشيت في وشه بيرسله. ايه؟ ما اديتوش حقه. اللي هيجيبون. اسكت. استاذ محمد، ايه يا استاذ عماد؟ فعلا الاستاذ بيتكلم صح. هو شفت؟ انا بتاع الصبح، انا الراجل كنت ببيع المناديل،
اللي عمال تهزقوا فيه. يا فين الرحمه اللي عندكم؟ بهزر. بتهزري؟ كان بتهزر كان ولا بتهزري ولا بترش عليه موجود حشري؟ ليه؟ فين الرحمه؟ فين الانسانيه اللي في قلوبكم؟ على فكره يا استاذ محمد، الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه دقيقه جدا. والله يا استاذ دي كانت هتمسك قسم التبرعات، ودي كانت عايزه حد يكون عنده قلب كويس وعنده ايمان وعنده تقوى. طب يا والله أستاذ الانسانيه والرحمه موجودين، بس يا ده استاذ كان هزار محمد يعني. للاسف انتوا ما تنفعوش. طب انا اطلعوا بره، ولا انت ولا هي، ما انت كنت مطوعها. يا استاذ عبد الله الشركه بتقول لك اجري، استنى لا اجري وهو يجري ورانا. اتفضلوا بره. يا استاذ طب جربنا في الشغل. لا ما جربتيش، انا جربتكم وانا اختبرتكم بما فيه الكفايه. بقول لك يا استاذ اتفضل بره بدل ما اطلب لكم الامن. يا استاذ دي حاجه ودي حاجه يا شغل. بره يا استاذ. خير يا استاذ، حضرتك منتظر في حاجه؟ كنت مقدم على وظيفه هنا ومستني اعمل المقابله واقدم ورقي. حضرتك اتاخرت، احنا فعلا كنا محتاجين ناس تتوظف عندنا، بس كان هو فرد واحد وخلاص اتقبل، فللاسف مفيش مكان ليك. طب بقول لك بعد اذنك تخدم اخوك، مفيش هنا مش محتاجين حد يشتغل في نظافه اي حاجه بالله. يا استاذ بقول لك مفيش، وبعدين اخدم اخوك ايه؟ انت فاكرنا هتوسط لك عند حد؟ احنا هنا ما بنوظفش حد بوسايط. انا اسف والله ما اقصد يا استاذ، حقك عليا بس. طب يلا اتفضل، حضرتك مش فاضيين لك بره يلا. طب ممكن اقابل المدير بالله عليك؟ هي سهله كده انك تقابل المدير واحد يدخل المدير؟ يا استاذ قلت لك كنا محتاجين فرد وخلاص اتوظف. يا استاذ دي يلا ما تضيعش بالله وقت. عليك بالله عليك يا استاذ، ما في ايه يا اشكال في ايه؟ يا استاذ ده كان جاي يقدم على وظيفه، وانت عارف طبعا الاستاذ ياسمين خلاص اتقبلت وكده، خلاص ما عندناش مكان فاضي ليه. لا تعالى خد ورقه على المكتب. ماشي. وعلى المكتب هو ده اللي صاحبي وهيشغلك وهيعاملك معامله كويسه وعارفه من زمان. بقول لك ايه، ولا كلمه. ايه اللي هيعاملك معامله كويسه؟ انت عاملت مين كويس عشان هو يعاملك معامله كويسه؟ قصدك ايه صاحبي. يعني؟ وكان واقف معانا. واقف معانا عشان كده هزقنا وطردنا. وانت نسيت اللي عملتيه في الراجل ولا ايه؟ لا ما حرام نسيتش. عليك. وانت برضو نسيت ان انت كنت معايا وكنت موافق ومطاوعني. ايوه ما هي دي غلطتي، دي غلطتي انا. طب خلاص بقى غلطتك مش غلطتي. بقول لك ايه، امشي. هيجيبها دلوقتي فيا ويأنبني. تعالى اتفضل يا استاذ. بقول لحضرتك اتفضل. بالله عليك، انا كنت محتاج الوظيفه دي جدا، فانت بص حضرتك حتى لو في اشتغل في عامل نظافه في الشركه اي حاجه، وانا الورق بتاعه وانا جاهز لاي اختبار. اسم حضرتك يا استاذ احمد؟ احمد اسامه. الف مبروك يا استاذ احمد، انت اتوظفت عندنا في الشركه. ازاي يا استاذ؟ وحضرتك يعني بتستهزأ بيا ولا بتتريق عليا؟ الله يسامحك. ليه يا استاذ؟ اصلك يعني لا حد اختبرني ولا اي حاجه خالص. لا يا استاذ احمد، احنا اختبرناك وانت طلعت مناسب جدا للوظيفه دي. انا معلش عندي سؤال بس كده. اتفضل. انا حاسس اني شفت حضرتك او اتعاملت معاك، مش عارف يعني. ايوه اتقابلنا النهارده الصبح بأمارة ال 100 جنيه اللي انت اديتها لي الصبح. انا مش فاهم حاجه يا استاذ. يا استاذ احمد، انا الراجل بتاع المناديل اللي انت اديت له ال 100 جنيه اللي انت قسمت اليوميه بتاعتك. يعني انت الراجل الغلبان اللي ايوه انا بعمل كده، يعني بختبر كل الموظفين بتاع الشركه بتاعتنا عشان بس يكون كل موظف يعني يكون قد المسؤوليه ويكون امين ويكون كويس، وانت انسب واحد للوظيفه دي. الله يخليك يا استاذ، والله تسلم، كتر خيرك، انا متشكر جدا والله. تقدر تيجي من بكره تسلم الوظيفه بتاعتك يا استاذ احمد. الف 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 شكر. شرفتك معرفتك. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام.